السلام عليكم، يعطيكم العافية. فترة توقف دولي والكل مستريح والكل متضايق، خاصة جمهور اللي بيتابع نادي أو بيشجعه أو بيتابع الدوريات بشكل عام. بالتأكيد هناك فترة استراحة حاليا، وحبيت أحكي بصراحة عن الفترة اللي مر فيها نادي برشلونة بالتحديد، لأنه أنا بشجع نادي برشلونة، وبالتحديد لأن جمهور برشلونة سعيد بهذه الفترة بشكل كبير جدا. برشلونة وصدارته للدوري هذا الموسم من أول جولة لحد الآن صدارة مستحقة بشكل كبير جدا. 9 مباريات، 8 فوز وخسارة واحدة، 24 نقطة، وهجوميا هو الأقوى على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى. إذن هناك أشياء جديدة تحدث في نادي برشلونة، ميزات موجودة في برشلونة، وهناك بعض السلبيات راح نحكي فيها داخل هذا الفيديو. نتمنى منكم الاشتراك بالقناة وإن شاء الله تنال إعجابكم. ونبدأ بميزة برشلونة الأولى، وهي أن برشلونة أصبح لديه شخصية واضحة جدا داخل أرض الملعب، هوية، شخصية. كل هذه الأمور إحنا كنا متوقعينها. ليش؟ لأنه فكرة برشلونة هذا الموسم مختلفة مع مدرب ألماني، إذن المدرسة راح تختلف عليك، الشخصية راح تختلف بشكل واضح جدا. كنا بنعرف إنه الألمان تفكيرهم بيختلف في كرة القدم، جديين بشكل كبير جدا، حازمين في الملعب، صارمين بشكل قوي جدا، ولا يدعوا مجال للشك فيهم بهذه الشخصية اللي تكون قوية داخل أرض الملعب. أمثلة كثير: كلوب، توخيل، اليوم بنشوف فليك نقل هذه الشخصية للاعبين برشلونة. لا يتأثر داخل أرض الملعب، واضح جدا. شاهدنا في أول مبارياته بالدوري كان يكون متأخر بالنتيجة ويعود إلى المباراة بهدوء، بسلاسة، بالأسلوب، بالأفكار اللي بيوضحها داخل أرض الملعب. وبالتأكيد أصبح هناك شخصية واضحة جدا. حتى الجمهور متفائل جدا، لأنه مش مسألة الصدارة فقط لا غير هي اللي بتحسسك بهذا الشيء، أو أنه أنت مسجل أهداف كثير، لا، لكن الفريق عنده شخصية في الملعب، مش خايف. واضح جدا أنه داخل أرض الملعب عندهم مرونة كبيرة جدا، وعندهم هناك لاعبين متجاوبين جدا مع شخصية فليك، وهذا واضح جدا. الميزة الثانية وهي أن بعض لاعبين برشلونة الذين كانوا معروضين للبيع في الصيف تألقوا في الفترة الحالية مع فليك. نحكي رافينيا، نحكي ليفاندوفسكي، اللي كانت العين عليهم انهم خلص راح يطلعوا بالصيف وانهم مش فايدين النادي والهم من الموسم الماضي صراحة سيئين جدا، لا، بنشوف انفجارهم حاليا بشكل واضح جدا. بيدري والتعامل معه ومع اصاباته لحد الان، ان شاء الله يبعد عنه الاصابات وما يكون وما صراحة نصيبه بالعين مبارياته مع اسبانيا، ان شاء الله انه يرجع لفريق برشلونة. وشخصيته اللي داخل ارض الملعب، بيدري يلعب بسلاسة، بسهولة، بمرونة كبيرة جدا، نشوفه من المميزين داخل الفريق. وأيضا رافينيا اللي لعب 11 مباراة سجل 6 وصنع 6، ولحد الآن رافينيا أنا بالنسبة إلي ولكل جمهور برشلونة تقريبا هو أفضل لاعب في النادي من بداية الموسم. إذن هناك تغيير واضح جدا. وأيضا هداف الدوري ليفاندوفسكي، 10 أهداف من 9 مباريات، هذا الرقم كبير جدا. وبصراحة ما حد كان يتوقع، أشد المتفائلين في برشلونة أنه ليفاندوفسكي راح يظهر بهذه الشخصية، وبصراحة فاجأنا الكل. ليش؟ لأنه أسلوب فليك الآن أصبح يتناسب مع أغلب اللاعبين. فليك عارف وين بيروح بليفاندوفسكي. وبصراحة تفاجأت من إحصائيات ليفاندوفسكي مع فليك، اللي هي كانت أنه سجل 94 هدف وخلال 85 مباراة مع فليك. هذا رقم كبير جدا للاعب بالتأكيد. احنا بنشوف اليوم بيقدم مستويات كبيرة جدا داخل أرض الملعب، وليفاندوفسكي من اللاعبين المهمين جدا. لامين يامال والحضور وبهذا العمر والتعامل معه بموضوع الإصابات، ممكن نشوفه الفترة الأخيرة كان يطلع ويزعل، لكن التعامل معه لأنه لسه صغير، لسه بالإصابات ممكن ينصاب في أي لحظة. نشوف فليك بيتعامل معه بمنهجية، لكن لامين يامال بتألقه هو مطالب بأشياء أكثر بالتأكيد بالسنوات الجاية. مش مطلوب منه حاليا اللي يقدم اللي هو عليه حاليا، لأنه صراحة اللي قدمه حاليا لعمره شيء مميز جدا. كاسادو، هذا اللاعب اللي إحنا من سنتين بندور على لاعب ارتكاز، وطلع في واحد عنا مخبى جوا الصندوق في نادي برشلونة، طلعوا فليك. كاسادو، كيميتش، من الآخر بتشعر بأنك أنت بتتفرج على كيميتش بالملعب. لاعب فليك حاليا عم يظهر علينا بشكل رائع جدا، وبصراحة يفاجئنا هذا اللاعب بأسلوبه، بالسلاسة اللي بيلعب فيها داخل أرض الملعب. لاعب مميز جدا جدا. بيدري نحكي أنه من اللاعبين المميزين بالفريق هذا الموسم، بعيدا عن الإصابات بيدري هو أفضل لاعب وسط في العالم حاليا. بصراحة ميزة كبيرة جدا في وسط الملعب.
هذا الهدوء والركوز وربط الخطوط بشكل كبير جدا، يلعب محور، يلعب صانع العاب متواجد، يلعب على الطرف اليسار. بصراحه بكل مركز تضع بيدري فيه هو مميز. كوبارسي ومارتينيز بالخط الخلفي وامتيازهم بشكل كبير جدا بهذه الثنائيه اللي احنا صراحه مع مرور الوقت نشوف انها قاعده تتاقلم، وخاصه مع الاسلوب اللي لعبه فليك بمصيده التسلل. كوندي وامتيازه بشكل كبير جدا، ونلاحظ انه بصراحه كوندي بدأ ياخذ على المركز بالظهير الأيمن بشكل واضح جدا. هذه النقطة الثانية اللي حكيت عنها مميزة، أنه تألق أغلب اللاعبين مع أسلوب فليك. النقطة الثالثة والأهم، برشلونة أصبح لديه خيارات كثيرة جدا للفوز. هذه نقطة مهمة جدا، من خلال الكرات الثابتة، من خلال اللعب من داخل العمق، من خلال الاعتماد على الأطراف، من خلال الاعتماد على المهارات الفنية الكبيرة جدا للاعبين الموجودين. بصراحة أصبح هناك أكثر من طريقة للفوز داخل أرض الملعب، وهاي ميزة وضعها فليك بشكل كبير جدا، وميزة بصراحة يعني احنا بنشوفها من خلال الاداء اللي يقدمه برشلونه داخل ارض الملعب. ليش؟ لانه برشلونه يلعب بخط دفاع متقدم، هو خط يعمل على الضغط العالي للامام، وشاهدنا هذا الشيء امتياز لبرشلونه وناسب برشلونه بالتسجيل من خلال قطع الكرات، من خلال استرجاع الكره بشكل سريع. كنا نشوف انه برشلونه اللي بالضغط العالي جدا يمتاز بهذا الامر بشكل خرافي، لانه فليك كما حكينا من زمان أنه مدرب يعتمد على اللياقة البدنية بشكل كبير جدا، وأسلوبه يحتاج إلى هذا العمل البدني الكبير. ضغط في المقدمة من خلال المهاجمين، الدفاع بشكل متقدم بشكل كبير جدا داخل ملعب الخصم، وبالتأكيد هذا يؤدي إلى أنه أنت بدك تركض بشكل زيادة كثير. وبصراحة شفنا برشلونة يتميز فيها في هذه الفترة من الموسم. برشلونة بخط الدفاع المتقدم أصبح يلعب على كسر التسلل، وهذا الشيء إحدى امتيازات برشلونة من بداية الموسم. برشلونة لحد الآن أكثر فريق أوقع الخصوم في التسلل ب51 حالة تسلل من بداية الموسم، وبالتأكيد هو في الرقم الأول، ويبتعد عنه في المركز الثاني كما الصورة أمامكم برايتون ب29 تسلل. شوف الفرق بينهم، وشوف الأسلوب اللي بيعتمد عليه فليك، أنه بخط دفاع متقدم لكن يلعب بذكاء كبير جدا على مصيدة التسلل، وهو أسلوب مخاطر جدا. برشلونة يفوز بأكثر من طريقة، برشلونة لديه أسلوب مميز جدا داخل أرض الملعب يتبع فليك. هاي أغلب المميزات اللي موجودة في فليك، أنه بصراحة وضع الفريق بشكل كبير جدا داخل أرض الملعب، وأصبحت الجماهير بصراحة تتغنى بالفريق، وأصبح الجمهور ينتظر المباراة التالية بشغف كبير جدا. برشلونة عنده مشكلتين تقريبا اللي موجودات لحد الآن. أول مشكلة هي أنه برشلونة يلعب بأسلوب مغامر كبير جدا. ليش؟ لأنه برشلونة يلعب بدفاع متقدم، هذا اللي إحنا لاحظناه في مبارياته الأخيرة. برشلونة يسجل في أهداف لكن كانت أغلبها بتطلع تسللات. هذا أسلوب مجازف، أسلوب مغامر، يعني غلطة من مدافع بينتهي فيك الأمر أنه يتسجل فيك هدف. هذا الشيء لم نحسم أمره لحد هذه اللحظة إلا لما نتأكد من فليك في المباريات الكبيرة. بصراحة هذا الأسلوب في المباريات الكبيرة ما يزبط أنك تلعب فيه. أي نعم ممكن يتقنون لاعبين بشكل جيد، لكن هذا الأسلوب مخيف جدا، وهذا أحد السلبيات اللي إحنا برشلونة بيعتمد عليها. نعم أنا حكيت عنها قبل شوي إيجابيات، لكن هي سلبية بالتأكيد وأمام الفرق الكبيرة، لكن بدنا نجربها وبنشوف، لأنه بعد التوقف الدولي هناك ملاحم كروية، والصورة أمامكم بتبين لكم مباريات برشلونة بعد التوقف الدولي. برشلونة أمام اختبارات كبيرة جدا، وبدنا نشوف هل هذا الأسلوب المغامر ينجح مع الفرق الكبيرة. وبصراحة هو أسلوب يجب أن يغيره أنا شايفه فليك، لأنه الفرق الكبيرة ذكية جدا بقاعدة كسر التسلل، وتمتلك مهاجمين سريعين وأذكياء جودتهم أعلى من جودة الفرق اللي لعبت معها لحد الآن في أول 11 مباراة تقريبا في الدوري وفي دوري أبطال أوروبا. بصراحة فليك أيضا يعني محتار بموضوع الظهير الأيسر. أنا بالنسبة لي بعتبره أحد السلبيات الموجودة لحد الآن في برشلونة، الظهير الأيسر وحارس المرمى. بينيا حارس بصراحة يجب تغييره بشكل سريع، وتشيزني موجود وأتوقع أنه راح يكون بعد التوقف الدولي جاهز. أيضا عندك بالدي هذا اللاعب بصراحة لاعب يعني إحدى السلبيات الموجودة في النادي حاليا. يعني ممكن بالدي وبنحكي توريس ليش ما بدي أحكي عنه؟ لأنه توريس هو أصلا احتياطي، لكن بالدي هو أساسي.
يعني توريس ممكن يعني لعبه في المباريات الأخيرة حتى يريح فيه لاعبين آخرين، يعني نكون حتى نكون صريحين، هو مش لاعب يعني أساسي ولا لاعب ينظر له بأنه لاعب مهم جدا، لكن بالدي لاعب أساسي ومحسوب على النادي بأنه لاعب أساسي، وهذا الشيء المقلق منه بصراحة. لاعب هجوميا متخبط، قراراته سيئة، يعني بصراحه هو انا برجع بحكيها واحده السلبيات الموجوده في برشلونه لحد الان. بالدي كارثي جدا في بعض اللقطات الدفاعيه، وخاصه في موضوع كسر التسلل. هو لاعب غير ذكي، غير ذكي لحد الان، لكن الشيء اللي بيطمع البرشلوني فيه انه بالدي معه عمر يعني يمشي فيه اكثر حتى يتطور، يعني لسه هو صغير اللاعب وممكن يتطور مع الايام. هذا الشيء اللي بيراهن عليه جمهور برشلونه، لكن لحد هذه اللحظه صراحه مقلقني جدا. لازم يكون له بديل، وبديله مش جاهز. هذا اللاعب مارتن اللي لعبه كم مباراة يعني من بداية الموسم، صراحة لاعب لسه على قد حاله، لسه لاعب يعني صراحة أخطاؤه كثيرة وواضحة جدا. هاي يعني نقطتين حكيتهم بشكل سريع، ممكن الدفاع المتقدم، وايضا نقطه انه في عندك لاعبين ثلاثه ممكن سيئين بالنادي لحد الان، مش عارفين صراحه نطلع فيهم بالمستوى. وايضا هناك نقطه ما بدي انساها، نقطه التهور في الباص، في الريسك باص في نصف الملعب. برشلونه لما يفقد الكره في نصف الملعب نشاهد مرتدات عليه بشكل سريع، وهي لاحظناها بالمباريات السابقه بصراحه، لانه الخطا في الباص بكلفك هجمه مرتده. اي نعم ممكن احنا نلعب على مسات التسلل، لكن هذا برجع بحكيها انا مشكلتي مع الفرق الصغيره بحلها. هاي مشكلتي مع الفرق الصغيره، ممكن ذكي انا اذكى منهم، وجوده لاعبيني اعلى منهم، باخذ منهم اللي بدي اياه. لكن امام الفرق الكبيره هذا الشيء ما يصلح انك تلعب فيه، لانه صراحه في اخطاء بتصير في نصف الملعب بتدمر الفريق وتخليه بحاله صراحه مربكه بخط الرجعه الى الدفاع. بصراحه برشلونه اخطاءه قليله، لكن مع عوده المصابين ممكن نشوف اضافه كبيره جدا. منها اهم نقطه يكون عندك دكه قويه، هذا الشيء مراهنين عليه بعد التوقف الدولي، انه عوده جافي، اولمو، فيرمان لوبيز، واليوم نشوف ديونج موجود. وبصراحه الفريق هيك راح يكون في زخم كويس. لكن يعني بصراحه هي مشكله جميله زي ما بيحكوها، انه يصير عندك زخم وزياده لاعبين، محتار مين بدك تلعب، افضل من انه محتار مين يلعب، لانه صراحه عندك اصابات كثيره. لكن هاي مشكله جميله زي ما نحكيها. برشلونه امام مواجهه ميونخ، ريال مدريد، واشبيليا، مباشره بعد التوقف الدولي راح يواجه اشبيليا، وبعدها مع بايرن ميونخ، وبعدها مع ريال مدريد. مواجهات قويه جدا، وبرشلونه عليه ان يكون حريص على اسلوبه لكن بحذر. مع فليك بعد التوقف الدولي، هل سنشاهد برشلونة عنده القدرة أن يجاري الفرق الكبيرة هذا الموسم وينافس لأبعد مدى؟ هاي المباريات ممكن توضح لك، هي ما بتعطيك الشيء الشامل أنه راح ننافس وخلاص راح ناخذ بطولات، لا لا، لكن هي تعطيك لمحة أنه إحنا قادرين نوقف وبوجه هاي الفرق الكبيرة. بنشوف بعد التوقف الدولي اللمحة السريعة اللي راح يعطينا إياها فليك عن مشوار برشلونة هذا الموسم. لمحات ممكن نشوفها بعد التوقف الدولي. برشلونة المهم جدا انه جمهوره حاليا واثق فيه. برشلونه ليش؟ لانه زي ما حكيت في بدايه الفيديو اصبح لديه شخصيه وهويه داخل ارض الملعب، فريق مرن جدا، فريق متواجد بشكل قوي جدا، ولاعبينه بامتياز. برشلونه لحد الان بصراحه اراه مميز جدا، وبتمنى ان شاء الله يعني بعد التوقف الدولي نشوف فريق افضل وافضل مع رجعه خاصه المصابين. اتمنى منكم الاشتراك بالقناه والاعجاب بالفيديو، وان شاء الله نال اعجابكم. يعطيكم الف عافيه.